تعالي أقولك على فكرة حلوة. لما تكوني عاملة منين بالعجوة أو قرص أو أي مخبوزات بالعجوة، وتبقى منك حتة عجوة زي دي معجونة بالسمنة البلدي والسمسم، اوعي تفرطي فيها أو تسيبيها لما تبوظ. لا، امسكيها صبعيها صوابع كده زي ما انت شايفة، وهاتي الجلافزات الشفافة اللي هي بتبقى في المطبخ، وقطعي الصوابع بتاعتهم بالمقص، وحط كل صبع عجوة في صوبع بلاستيك شفاف زي ده، واحتفظي بيهم في التلاجة. لما أحفادك يجوا ممكن تقدمها لهم كنوع من الحلوى، وكمان نوع غني وحلو جدا وصحي جدا. كمان عشان تقنعيهم اكتر ان هي حاجة ممكن تكوني انت شاريها من بره وحاجة حلوة قوي، يعني ممكن تغلفها لهم بورق الفويل زي ما انت شايفة كده، زي التوفي بالظبط. احنا عارفين ان كل الاطفال بتحب الحاجات المسكرة وبتحب الشوكولاتات وبتحب الحاجات دي، فدي هتغنيكي عن انك تجيب لهم حاجات صناعية. بالعكس، دي طبيعية 100%، عجوة وسمسم وسمنة بلدي. وطبعا العجوة انت ضمناها وعاملاها بايديك ونضيفة وحلوة. ايه رأيك في الفكرة الحلوة دي؟ وعلى فكرة مش تنفع الاطفال وبس، لا ده الاطفال والكبار كمان، بألف هنا وشفا. لو عجبتكم الفكرة يا ريت اشتراكات كتيرة في القناة، واشكركم جدا.